في يوم من الأيام 4 إخوات صغيرين كانوا متجمعين كلهم في أوضة النوم بتاعتهم ونايمين مع بعض. وقتها كلهم سمعوا صوت غريب وصفوه هما الأربعة بإن هو صوت فار كان بياكل في رجل السرير بتاعتهم. أخوهم الأكبر قام من على السرير وبدأ يدور على مكان الفار ده عشان يلاقيه ويقتله، بس في الثانية اللي رجله لمست فيها الأرض الصوت اختفى. وقتها باقي إخواته قاموا كلهم بسرعة وبدأوا يدوروا في جميع أركان الغرفة، بس برضه ما لقوش حاجة. فراحوا بصوا على ملة السرير اللي هي أصلا كان جاي منها الصوت، لقوها سليمة، ولا الفار موجود ولا حتى رجل السرير فيها حاجة. فكبروا دماغهم ورجعوا يكملوا نوم، بس أول ما غمضوا عينيهم الصوت رجع تاني. بس الفرق إن الصوت المرة دي كان أعلى بكتير وأرعب، وللأسف هم ما كانوش يعرفوا إن ده مش صوت فار ولا حاجة، ولكنه كان مجرد البداية لكابوس هيضطروا هم وأهلهم يعيشوا فيه لسنين قدام. وغلطتهم الوحيدة كانت إن هم بنوا بيتهم جنب كهف كان بيقال إن الكهف ده ملك الواحدة ساحرة. فإيه القصة؟ تعال نرجع من البداية وهفهمك كل حاجة. في عام 1804 قرر واحد اسمه جون بيل إن هو هيسيب البيت القديم بتاعه لأنه خلاص بقى صغير عليه، وهينقل هو وعيلته لبيت جديد لأنه خلاص البيت القديم بقى صغير عليهم. فهو ومراته اللي كان اسمها لوسي وأطفاله الستة حضروا شنطهم وأخدوا حاجتهم وراحوا للمزرعة الجديدة اللي أبوهم جابها لهم. المزرعة كانت في مكان ريفي هادي جدا، تقريبا ما كانش في حد غيرهم ساكن المنطقة دي، هم وشوية عائلات تانيين كده صغيرين. وبمجرد ما وصلوا المزرعة بتاعتهم جون شاف إن القرية اللي فيها المزرعة دي هي محتاجة شوية تغيير، فقرر إن هو هيحولها لحاجة كده أشبه بمدينة صغيرة، فيبقى منها خدم نفسه وفي نفس الوقت خدم أهل القرية دي. كان معروف عن جون إن هو شخص طيب جدا بيحب يساعد الناس، ودايما بيته كان مفتوح لكل أهل القرية اللي محتاج منهم مساعدة واللي محتاج نصيحة في حاجة. ده حتى كان بيدي فلوس لشوية من أهل القرية بمجرد بس ما يحس إن هم بيمروا بضائقة مالية من غير حتى ما أهل القرية يطلبوا منه. بس للأسف الكرم والطيبة دول مش هيغيروا أي حاجة من الكوابيس اللي هو هيشوفها، بسبب انه قرر ان هو هيغير في القريه دي. بمجرد وصوله مع تاني يوم على طول بدأ جون ان هو يشتغل مع اهل القريه، بدأوا يقطعوا الخشب وياخدوا الخشب ده يبدأوا يعملوا منه مباني ومنشآت تساعده وتساعد اهل القريه. بسبب اللي هو بيعمله ده عيله بيل بقت واحده من اكتر العائلات اللي محبوبه في البلد، لحد ما في يوم قرر بيل ان هو محتاج يبني بيت كبير لنفسه، فاختار مكان، والمكان ده كان جنب نهر مشهور جدا هناك كان اسمه ريد ريفر او النهر الاحمر. بس كان في حاجه جنب النهر ده وهو مدخل لكهف قديم جدا ومهجور، وعلشان يقدر يبني البيت بتاعه او البيت اللي هو بيتخيله بالطريقه اللي هو بيتخيلها في نفس المكان اللي هو عاوزه، كان حتما ولابد ان هو يردم على مدخل الكهف ده ويكمل بنى البيت بتاعه. والمشكلة ان هو فعلا عمل كده، وصدقني ده كان أسوأ قرار جون أخده في حياته. وعلى الرغم من ان شوية من العائلات اللي ساكنين القرية دي حذروا جون من ان هو يعمل كده وحكوا له القصة بتاعت الكهف ده وقالوا له كان ايه اللي بيحصل فيه وشوية حكايات غريبة كده عنه، إلا إن جون ما سمع لهمش وكبر دماغه، قال لهم ماشي ماشي بس كمل بنا. وفعلا خلص البيت وكان مبسوط جدا بالنتيجة النهائية وبشكل البيت النهائي. وبالفعل بعدها عاش هو وعيلته شهور كتيرة في البيت وهم مبسوطين ومفيش أي مشاكل. بس ده لحد ما جه اليوم اللي هيغير كل ده. في يوم جون وهو بيتمشى لوحده في حقل الذرة بتاعه اللي موجود بره البيت لفت نظره كلب كبير كان قاعد في نص الحقل. دلوقتي في كلاب كتيرة جدا بتكون حوالين جون في الحقل طول الوقت، فما كانتش حاجة غريبة بالنسبة له ان هو يصادف كلب وهو بيتمشى. بس الغريب كان في حجم الكلب ده وشكله، حجمه كان ضخم جدا على ان هو يكون كلب عادي، هو اقرب لذئب من ان هو يكون كلب. تاني حاجة الكلب ده كان مشوه، ومش مشوه زي ما هو في دماغك، هو عظم جسمه متشوه، يعني زي ما يكون عظم جسمه ووشه كله اتكسر، ولما رجع التئم تاني التئم في اماكن مش اماكنها. الكلب ده بقى كان قاعد مبحلق لجون بطريقه تحسسك ان هو انسان مش كلب، عينه ما بترمش، قاعد مركز لجون ومبحلق له وما بيحركش حتى دماغه، هو سنترك على جون. هو جون ما كانش من سهل ان هو يخاف، خصوصا انه بيقابل دايما حيوانات غريبه في الحقل بتاعه. بس حط نفسك مكانه، انت واقف في حقل ذرة فاضي تماما مفيش اي حد غيرك بالليل، واقف شايف كلب باصص لك بصه مش عايز ينزل عينه من عليك ولا بيحرك حتى دماغه يمين وشمال، باصص لك كانه بيتحداك. بحجمه الكبير وبشكله الغريب ده خلى جون الى حد ما كانش مرتاح، ودخل في قلبه شويه رعب. فهنا جون اللي كان دايما ما بيخرجش من البيت الا لو هو معاه البندقيه بتاعته رفع البندقيه ونشنها على الكلب ده وضرب. الضربه راحت في اتجاه الكلب بس ما جاتش فيه، الكلب قام من مكانه وطلع يجري لحد ما استخبى بين الاشجار. ولما الكلب ما بقاش باين خالص لجون
اتحرك من مكانه وراح للمكان اللي الكلب ده كان قاعد فيه، بس لما وصل هو كان متوقع ان هو هيشوف مكان الزرع بتاع الذرة ده متبطط، مكان الكلب ما كان قاعد، او على الاقل يبقى فيه اي علامة ان كان فيه كائن ضخم موجود في الحتة دي. بس الغريب انه ما لقاش اي حاجة، ما كانش فيه اي اثر ان الكلب ده كان قاعد هنا، مفيش اثار اقدام حتى للكلب لما جرى او من المكان اللي هو جاي منه. المفروض ان نوع الارض او التربة اللي هم موجودين فيها دي بتسيب بصمات، هو مش اسفلت، بس جون هنا ما كانش شايف غير البصمات بتاعت رجله هو. ففضل واقف مكانه شويه كده حيران وعمال يفكر، وفي نفس الوقت هو قلقان من المنظر اللي هو شافه، بس بدأ يهدي نفسه ويقول بص عادي، مجرد كلب زي الكلاب اللي بشوفها كل يوم، وحاولت اضرب عليه والطلقه ما جاتش وطلع يجري عادي، يعني مش قصه، فاهم؟ مش مهم، مش مستاهله يعني ان انا افضل قالق نفسي وعمال افكر، مش حوار، خلاص مش هحط الموضوع في دماغي. فهنا لف جون ورجع للبيت بتاعه تاني، وبعدها بكام يوم هو نسى موضوع الكلب ده تماما. بس من اللحظة دي بدأت حاجات غريبة تحصل لعيلته. فلما كانوا بيروحوا علشان يناموا كانوا بيصحوا في نص الليل على أصوات خبط جاي على خشب البيت بتاعهم. بس الغريب إن صوت الخبط ده هو ما كانش جاي من الباب، هو كان جاي من الحيطان، من الحيطان بتاعة البيت. فلما بيقوموا من مكانهم علشان يروحوا يشوفوا فيه إيه، الخبط بيقف، فبيرجعوا تاني يناموا. وأول ما بيرجعوا الخبط بيرجع تاني، بس المرة دي بيكون مختلف، ان هو بيكون جاي من الناحية التانية من البيت. فأول مرة هو مثلا جاي من الناحية اليمين، المرة التانية جاي من الناحية الشمال، زي ما يكون في حاجة بره البيت بتاعهم عمالة تلف حوالين البيت داير ما يدور، وطول ما هي بتلف عمالة تخبط على البيت. هنا جون كان مقتنع انه اكيد مش حيوان يعني اللي بيعمل كده، اكيد ده انسان او واحد معاهم في القرية عايز يعمل فيهم مقالب، فبيعمل كده، يستنى وقت معين بالليل يروح يخبط على حيطان البيت ويجري عشان يستخبى. ده اللي كان فاكره جون. فهنا جون جمع كل افراد عيلته وقعد يتكلم معاهم وقال لهم مش عاوزكم تقولوا لاي حد من اهل القريه على اللي بيحصل لنا، مش عايز حد فيهم يعرف ان انا عارف ان هو حد من اهل القريه. كان عاوز ايا كان مين الشخص اللي من القريه اللي بيعمل كده يرجع تاني يوم علشان يعمل كده تاني، وساعتها جون يقدر يمسكه. غلبان والله جون ما يعرفش ايه سبب الخبط ده، يا ريتهم كانوا اهل القريه. المشكله ان الاصوات دي استمرت معاهم لمده اسابيع، وفي كل مره جون كان بيستخبى وبيحاول ان هو يستنى الشخص ده لما يجي ويخبط علشان يطلع يمسكه. كان كل مرة بيطلع ما بيلاقيش حد أصلا. لما بيبص على الأرض حوالين البيت ما بيلاقيش حتى أي آثار موجودة تدل إن كان في أي حد موجود هنا طول اليوم، مفيش أي آثار لحد. على الرغم من إن أصوات الخبط دي إلى حد ما كانت مسببة قلق للعيلة، إلا إنها كانت ولا أي حاجة مقارنة باللي هيحصل لهم قدام شوية. بعد سنة تقريبا من الوقت اللي جون شاف فيه الكلب الغريب ده، وبعد تقريبا شهرين من التخبيط المستمر، كان 4 من ولاد جون نايمين كلهم في نفس الأوضة. صحوا على صوت كأن في فار قاعد بياكل أو قاعد بيخدش في الملة بتاعت السرير بتاعتهم. فالأخ الكبير صحى من النوم علشان يشوف هو فين الفار ده، بس في نفس الثانية اللي رجله لمست فيها الأرض الصوت وقف. فبدأ يدور كده شمال ويمين ويحنكش، يشوف تحت السرير، يبص حوالين الكراسي، يمكن الفار جرى او يلاقيه هنا ولا هنا. ما لقاش حاجة. فراح يبص على ملة السرير اللي المفروض هي اللعب كان فيها، لقاها سليمة وما فيهاش حتى اي خدش. فكبر دماغه وقال خلاص مفيش حاجة، ورجع تاني علشان ينام. بس وبمجرد ما غمض عينيه الصوت رجع تاني، بس الفرق انه المره دي الصوت كان اعلى بكتير ومرعب اكتر. ايا كان ايه اللي تحت السرير او ايه اللي بيلعب تحت ده، هو بيحاول باستماته ان هو يخربش في الخشب ويحاول ان هو ينخور فيه ويخرمه. الصوت كان مزعج. فهنا الاخ الكبير فتح عينيه، واخوه اللي اصغر منه شويه نطوا من على السرير على طول علشان يمسكوا في ساعتها الحاجه دي. بس برضه بمجرد ما هما الاتنين نزلوا من على السرير ما لقوش اي حاجه، الصوت اختفى والسكوت رجع تاني. فالولدين بداوا يدوروا بقى، بس المره دي بضمير اكتر، يشيلوا الكراسي ويزقوا السرير ويبصوا تحتيه وشمال ويمين، بس برضه مفيش حاجه. رجعوا تاني يبصوا على مله السرير اللي كان فيه صوت مبين ان هي اتخرمت، ما فيهاش خدش. المشكله ان الصوت ده استمر معاهم طول الليل، فخلى على الاطفال كلهم ان هم مستحيل ان هم يناموا. تكرر نفس الموضوع بنفس الصوت في اليوم اللي وراه، بس في اليوم اللي بعده اللي هو اليوم الثالث الصوت اتغير شويه. فلما كان الاطفال نايمين على ظهرهم باصين للسقف وهم تعبانين ومغمضين عينيهم من قله النوم طبعا في اليومين اللي فاتوا بسبب الصوت، بداوا يسمعوا
صوت جاي، بس المرة دي كان من تحت السرير، صوت حد قاعد بياخد نفسه بصعوبة زي ما يكون بيتنفس، بس في نفس الوقت هو بيتنفس وبيتخنق، عمال يطلع صوت حشرجة، صوت غريب ومرعب في نفس الوقت. واثناء ما الحاجة دي كانت عمالة تطلع في الصوت ده، كان عمال يخربش في السرير بتاعهم من تحت. الاطفال هنا حرفيا كانوا مرعوبين، الموضوع ما بقاش فار ولا كلب ولا اي حيوان، بس المسؤولية هنا كانت بتقع على اكبر اخين فيهم، لان الاتنين التانيين اطفال. فاستجمعوا شجاعتهم وحاولوا على قد ما يقدروا ان هو يقوموا ويبصوا ويحاولوا يشوفوا هو في ايه، وبالفعل جمعوا الشجاعه دي وقاموا من على السرير ونزلوا في ساعتها وبصوا تحت السرير، بس ما لقوش اي حاجه والصوت سكت. فقرروا هنا ان هم خلاص هو في حاجه غريبه، احنا مش هننام تاني، وراحوا صحوا العيله وحكوا لهم على كل حاجه. هنا بقى الاثاره والرعب بيزيدوا، كل اللي بيحصل لهم وكل اللي حصل من ساعه ما بنوا البيت ده هو ولا اي حاجه غير شويه لعب عيال، اللي كان مجرد اصوات خدش كده وتخويف ليهم اتحول لحاجه تانية خالص. بنتهم الكبيره واللي كان اسمها بيتسي كانت اكتر حد بيتعرض للاذى، كانت كل يوم بتحلم ان في كيان اسود شكله مرعب عمال يضرب فيها وبيستخدم آلة حاده وبيقطع شعرها، وبتصحى بعدها من النوم. بس المشكله هنا ان هي اول ما بتصحى من النوم جسمها بيبقى وجعها، فلما بتشيل هدومها علشان تشوف هو في ايه، بتلاقي كدمات وجروح في جسمها كله ملهاش اي تفسير. هي نامت من غيرها، هي لما نامت كانت تمام، وبتبص جنبها على السرير بتلاقي شعرها متشال من الجذور ومرمي جنبها على المخدة. واوقات تانية كانت بتصحى على صوت واحساس نفس سخن جاي في وشها بيضرب في مناخيرها. فاول ما تفتح عينيها بتشوف واحدة كبيرة في السن واقفة قدامها، شعرها ابيض ومش مستوي ووشها متشوه تشوه مش عادي، ده العظم مش في مكانه، نفس التشوه بتاع الكلب اللي جون شافه. المرعب بقى اكتر من كل ده واللي مش عادي فعلا ان الكيان ده بدأ يتكلم معاهم، بدأ يتكلم مع العيلة، كلهم كانوا بيسمعوها بتتكلم تقريبا كل يوم. صوت ست كبيرة موجودة في البيت معاهم، بس مجرد كيان مش موجودة بجسمها. لما كانوا بيتكلموا ما بينهم وما بين بعض كانوا بيسمعوا صوت بيرد على الأسئلة بتاعتهم، وبيرد بوضوح، هو باين هو بيقول ايه. اوقات تانية كان بيرد على الأسئلة بتاعتهم او الكلام بتاعهم، حتى لو الكلام ده هما كانوا بيقولوه ما بينهم وما بين بعض او بيقولوه بصوت واطي. دي حتى قالت لهم على اسمها، قالت لهم انا اسمي كيت باتس، وهتعرف هي مين بقى كيت باتس دي قدام شويه، واعتقد انت توقعت هي مين. المهم كانوا بيسمعوها بتكرر او بتقول ايات دينيه، شويه تغني ترانيم، شويه تفضل تضحك بشكل هستيري وبصوت مرعب، شويه تانية تفضل تشتم في العيله، شويه تانية تتوعدهم ان هي هتاذيهم. فهنا العيله ما كانتش لاقيه اي حل للي بيحصل لهم، والموضوع فعلا دخل لمرحله ما ينفعش يسكتوا عليها. فهنا قرر جون ان هو هيحكي لاهل القريه على اللي بيحصل. دلوقتي انت هتقولي طب هو استنى ليه كل ده او ما قالش ليه؟ هو خاف ان اهل القريه يقولوا عليه مجنون، خصوصا ان الحاجات اللي انا بقولها لك دي لو اي حد قالها لك هتقول عليه مجنون. المهم راح جون لأهل القرية واختار أكتر واحد منهم هو بيثق فيه، وكان اسمه تريان لامبورت. بدأ يحكي له على كل اللي بيحصل من الأول خالص، من أول ما شاف الكلب والأحداث اللي تتابعت وطلعت معاه بعد كده لحد اللحظة اللي الشبح ده فيها اتكلم. طول ما هو بيحكي تريان كان قاعد باصص له وهو مركز، بس في نفس الوقت تحسه من جواه محتاج يقول له أنت تمام؟ هو أنت مخك تمام؟ النظرة دي فضلت موجودة في عين لامبرت لحد ما جون قال له على اسم الكيان ده. وهو بيحكي له قال له يا عم ده حتى الكيان قال لي على اسمه، قالت لي ان اسمها كيت باتس. فبمجرد ما جون قال كده كل ملامح وش لامبرت اتغيرت، برق وكأنه مش مصدق اللي هو بيسمعه، وكأن في صدمة نزلت عليه. فبص له لامبرت وقال له هو انت عارف هي مين كيت باتس دي؟ فجون هنا بص له قال له لا معرفش دي مين. فلامبرد قال له كيت دي كانت مشعوذة عايشة في القرية من أكتر من 50 سنة، كانت بتأذي ناس كتير جدا، وكان بيتحكى لنا إنه محدش بيقدر ياخد معاها خطوة بسبب قوتها، لدرجة إن في ناس كتيرة جدا من أهل القرية سابتها ومشيت بسبب إن هي مش عارفة تاخد معاها ولا حق ولا باطل، مش عارفين يعملوا معاها حاجة. لحد ما في يوم كيت دي اختفت تماما وهم مش فاهمين اي حاجه. وكمل كلامه وقال له انه الكهف اللي هو ردمه وبنى عليه البيت بتاعه ده كان الكهف او المكان اللي دايما كيت كانت بتبقى موجوده فيه او كانت بتمارس السحر بتاعها فيه. وفي اثناء ما كان لامبرد بيكمل كلامه اخد باله ان بيل شكله اتغير تماما، فجأة وشه بقى متخشب وعينه كانت عمالة ترمش بسرعة جنونية. فضل يسأله مالك في ايه اللي حصل لك؟ وجون ما بيردش. بعدها عينه برقت
كأنه قاعد باصص لحاجة خواء، باصص لحاجة هي مش موجودة. وفي اللحظة دي فكه اللي تحت بدأ يترعش ويضرب في اسنانه من فوق، ولامبرت مش فاهم أي حاجة. وفجأة في نص كل اللي بيحصل ده ولامبرت بيكلمه وعمال يسأله انت في ايه، جون قام من مكانه وبص للامبرت ومشى من غير ما يقول له اي حاجه. لف ظهره ورجع للبيت من غير ما ينطق ولا كلمه. ومن بعدها جون دخل في حاله هي اقرب للجنون، فكان كل يوم بيفضل قاعد مبرق وباصص للحيطه بالساعات وهو قاعد عامل كده قبل ما تجيله نوبه الهلع وينزل على الارض ويفضل يلف ويتمرمغ شمال ويمين. وما كانش بيهدى الا لما بيتضرب بحاجه على دماغه. وحالته فضلت تسوء يوم عن التاني لدرجه ان هو ما بقاش موجود معاهم، هو مجرد جسم موجود بس ولا دماغه ولا حضوره موجود، مجرد جسم قاعد على السرير متكتف ما بيتحركش. مراته وعياله مش عارفين يعملوا له اي حاجه، جابوا له اكتر من دكتور بس مفيش ولا دكتور كان فاهم هو ماله، انت ليه بيحصل لك كده. واستمرت الفتره دي شويه، وفي يوم بنته الوسطانيه وكان اسمها استر خرجت في يوم علشان تجيب البيض من العشه بتاعه الفراخ اللي موجوده جنب البيت بتاعهم. بس واثناء ما هي ماشيه سمعت صوت حد جاي من وراها، فطبيعي لفت وشها علشان تشوف هو مين اللي ورا. شافت واحدة ست لابسة اسود في اسود ودماغها موطية او مدلدلة على صدرها من قدام وماشية بخطوات بطيئة جدا. وكانت ماشية في الطريق اللي بيودي للبيت بتاع عيلة جون او لبيت جون، الطريق اللي استر اصلا لسه جاية منه. استر استغربت شوية بس قالت عادي، كملت طريقها وراحت فعلا لعيشة الفراخ وحطت البيض بتاعها في السبت وخدت السبت وطلعت تاني علشان ترجع للبيت. دلوقتي الطريق اللي هي هترجع فيه هو الطريق اللي كانت الست دي ماشيه فيه. فحاليا في اللحظه اللي احنا فيها دي الست الغريبه او الست اللي لابسه اسود في اسود دي بقت قدام استر، لان هي ماشيه في نفس الطريق اللي هيرجع استر للبيت. ومن الواضح كده ان الست دي رايحه للبيت. فاستر بصلها وهي مستغربه ولسه شايفاها ماشيه بنفس الوضعيه، دماغها مدلله لقدام وماشيه بالراحه قوي. فهنا بدات استر تمد او تسرع مشيتها شويه، عايزه تعرف مين دي، عايزه تشوفها. واثناء ما هي بتمد بقى عماله تبص كده يمين وشمال بتحاول تتفحص مين الست دي. فلما قربت اكتر تخيل لها ان دي واحده من جيرانهم اللي في القريه. فبدات استر تمد اكتر وتنادي عليها وتسلم وتقول لها ان هي موجوده هنا علشان تبص لها. بس الست الغريبه او الست التانيه دي ما ادتهاش اي انتباه. فاستر مدت خطواتها اكتر وهي عماله تشاور انا موجوده هنا، انت فين، طب انت تمام، انت محتاجه حاجه. بس مفيش اي ردة فعل او اي استجابة من الست اللي لابسة اسود. فبدأت استر تبص حواليها شمال ويمين، ما كانش في اي حد في المنطقة كلها غيرها هي وغير الست اللي ماشية قدامها دي، مفيش حد تاني في المنطقة. ولما استر قربت منها شوية اخدت بالها من حاجة خلتها تتسمر مكانها. اخدت بالها ان طول ما الست اللي لابسه اسود دي ماشيه قدامها هي ما بتسيبش اثار وراها، مفيش اثار رجلين ورا الست دي. دلوقتي المفروض ان الارض اللي هي ماشيه عليها او اللي هم ماشيين عليها هي ارض طينيه، فلازم ولابد تسيب بصمات وراها. استر نفسها رجليها سايبه بصمات في الارض، بس الست دي مش سايبه بصمات، كانها طايره مش بتمشي. استنى كده، ده نفس اللي حصل مع الكلب. في الوقت ده كان خلاص تقريبا ما بين استر وما بين الست دي حوالي 40 متر. اول ما استر شافت ان مفيش خطوات وراها ووقفت، بمجرد ما وقفت الست دي كمان وقفت ما اتحركتش. فلما استر شافتها هي كمان وقفت بدات تعلي في صوتها وتقول لها انت مين، انت عايزه ايه، انت ايه اللي جابك هنا. وهي مرعوبه وصوتها بيترعش لان هي عارفه انه كده في حاجه غلط، هو في حاجه مش مظبوطه. فلما الست دي وقفت استر شافتها، شافت الطرحه السوداء اللي هي كانت لابساها ورمتها على الارض، وشعرها كان ابيض طويل الى حد ما بس كان مجعد كله في بعضه. فبدات الست دي تمشي بايديها كده على شعرها وترجعه لورا، والريتم عمال يبقى اسرع واسرع 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 لدرجه ان السرعه كانت جنونيه. استر ما كانتش حتى قادره تشوف ايديها من كتر السرعه اللي هي كانت عماله تشد شعرها بيها. فهنا استر قربت منها شويه اكتر واخدت بالها من حاجه، هي الست دي ما كانتش بتحاول تسرح شعرها، الست دي كانت حرفيا بتقطع شعرها، كانت عماله ترجع شعرها لورا وتقطع في شعرها. استر لما قربت سمعت صوت شعرها وهو بيتشال من الجذور بتاعته. في خلال دقايق قليله جدا كل الارض حوالين الست دي كانت مليانه شعر ابيض. فهنا مدت استر خطواتها اسرع، بس المره دي لفت من حواليها من غير حتى ما تبص لها وطلعت تجري في اتجاه البيت. البيت كان قدامها مباشرة، فلفت من حواليها من غير ما تبص لها وطلعت تجري على البيت ودخلت البيت وقفلت الباب وراها. وبمجرد ما دخلت بدأت تنادي على اخواتها تقول لهم تعالوا بصوا شوفوا المنظر اللي بره، بصوا شوفوا الست دي. فلما اخواتها جم وبصوا
ما شافوش اي حاجه. قالوا لها انت بتتكلمي على ايه؟ هو انت شايفه ايه؟ قالت لهم هو انتوا بجد مش شايفين المنظر اللي بره؟ مش شايفينها دي اهي. ساعتها الست اللي كانت لابسه اسود دي كانت خلاص ما بينها وما بين البيت مفيش، لدرجه ان هي مناخيرها كانت لازقه في الازاز. قالت لهم هو انتوا بجد مش شايفينها دي اهي في الازاز. ووقت ما الست دي خلاص لزقت وشها في الازاز، حركت بقها واستر سمعتها بتقول لها هدفي مش انتوا، انا هدفي جون بيل وهقتله. وبعدها لفت حوالين البيت واختفت. استر فتحت الباب وطلعت، فضلت تبص شمال ويمين وتدور عليها، ما لقيتهاش. في المرحله دي او في الوقت ده جون بيل كان خلاص وصل لاعلى مراحل الجنون. الموضوع اتطور معاه وبقى عنده شلل في وشه، ما بقاش يقدر يحرك اي حاجه في وشه، كلامه بقى صعب جدا، ما بيعرفش حتى يحرك بقه. عينه بس تقريبا اللي كانت بتتحرك، وكانت دايما رايحه في ارجاء الاوضه كانها شايفه حاجات محدش شايفها. هنا استر ما كانتش عارفه تقول له ايه، تقول له ان هي مرعوبه من اللي هي شافته، ولا تقول له على التهديد اللي الست ده قالته لها بان هي هتقتله. وللاسف هي ما احتاجتش تفكر كتير، لانه بعد الموضوع ده بيوم واحد، يوم 19 ديسمبر، جون بيل مات وهو على سريره. بس المرعب في الموتة بتاعته ان هو لما مات ما كانش فيه خرم في جسمه ما بينزلش دم، كان بينزل دم من ودانه، من عينيه، ومن مناخيره، ومن بقه. وكان مرمي جنبه على الارض ازازه كده كان فيها ماده غريبه لونها اسود. العيله كلها بتقسم ان هم عمرهم ما شافوا الازازه دي ولا حتى يعرفوا ايه اللي موجود فيها ده. وعلشان يعرفوا هو ايه الازازه دي، قرروا ان هم هيجربوها على اي حيوان ضال. فجابوا كلب من الكلاب الغريبه اللي موجوده في المزرعه دي، وخلوه ياكل شويه من السائل الاسود ده. وفي اقل من دقيقتين الكلب مات، ومات بنفس الطريقه، نزف من كل حته في وشه. المشكله ان جون قبل ما يموت هو كان تقريبا شبه مشلول، ما كانش بيتحرك، فمستحيل يكون هو اللي شرب السم ده مثلا عشان يتخلص من المعاناه بتاعته. والمستحيل اكتر ان يكون حد من اولاده او مراته ادوله السم ده، لان هم كانوا بيحبوه جدا. فمين اللي قتله؟ مين اللي اداله السم ده؟ المرعب بقى في كل ده انه اليوم اللي جون مات فيه العيلة كلها سمعت اصوات اغاني مختلفة جاية من البيت، كأن كذا حد وكذا شخص ومنهم اطفال عمالين بيغنوا. وبعد الموقف ده بشهر ظهرت نفس الست اللي كانت لابسة اسود لأستر تاني، وقالت لها ان هم لو ما هدوش البيت بتاعهم هيحصل في كل واحد فيهم نفس اللي حصل لجون بيل. واختفت الست دي، واستر ما خدتش كتير علشان تفكر. هي راحت قالت لامها وجمعوا كل الشنط بتاعتهم وسابوا البيت وسابوا القرية كلها وما رجعوش هناك تاني. البيت بتاعهم اتهد فعلا، ومدخل الكهف ده رجع يظهر تاني، ولسه لحد دلوقتي على فكرة موجود في نفس المكان في تينيسي في امريكا. اكتر من يوتيوبر راحوا علشان يستكشفوه، وحصل لهم على فكرة هم كمان حاجات غريبة. القصة ليها كذا رواية، فانا حاولت اجيب لك اصح رواية منهم او اللي اتقال من اكتر من شخص من القرية اللي موجودة هناك. وهي دي كانت القصة بتاعت ساحرة عائلة بيل. لو عجبتك الحلقة ولسه بقى ما اشتركتش وعملتش لايك، يا ريت تعمل لايك، مش هياخد منك حاجة يعني، واشترك في القناة علشان ما يفوتكش كل الرعب اللي جاي. انا عمر، اشوفك الحلقة الجاية. سلام.